الاسم مهدي محمد خير، من سكان مدينة برمنغهام، وفي القربة زمن طويل جدا. الحقيقة الليلة تشرفت كثير جدا بالتواصل مع النخبة من الإعلاميين والمفكرين والسياسيين الجو ويعني شرفونا في برمنغهام، ويعني عملوا تدشين لقناة المقرن اللي نحن بنفتكر انها يعني حلم طال انتظاره فترة طويلة جدا الحقيقة، والناس كانت يعني متوقعاه، لكن كل المحاولات اللي قبله ما كتب لها التوفيق، وكانت بصورة أو بأخرى تنتهي قبل أن تبدأ. لكن نحن على ثقة حقيقة مما سمعناه من المجموعة، من دكتور محمد شريف، دكتور محمد جلال والنخبة اللي معاهم، في إنه فعلا ده ميلاد لقناة سودانية حقيقية 100%، وقناة معنية بالتغيير الحقيقي للشعب السوداني، وخلق التغيير ده ومواجهته بصورة حاسمة، بحيث انه يعني يكون من اهداف الاساسية هي الحقيقة وحقوق الانسان والديمقراطية، وبيفتكر انه المسائل دي مسائل مهمة جدا. الناس لو وقفوا وراها بتقدر تحدث التغيير الحقيقي في المجتمع السوداني، ده المطلوب. المسألة ما مسألة معارضة للنظام حقيقة زي ما ذكر الأخوة برضه، لأنه المعارضة للنظام مسألة وقتية ممكن تنتهي بزوال النظام، لكن التغيير الحقيقي المفترض أنه يتم في بنية المجتمع السوداني المتبنياه القناة ودار تعمل على تحقيقه، بيخلينا كلنا في المجتمعات في داخل وخارج السودان كلنا واقفين داعمين دعم حقيقي للقناة دي، كأفراد كأسر كمجتمعات. وشكرا جزيلا.